بمناسبة الذكرى الثالثة على ثورة الشعب مصر العظيم، ثورة عظيمة، ثورة ثورة 25 يناير، الثورة اللي البعض بيحاول يشوهها دلوقتي ويشوه رموزها. مش مدركين ان ثورة الشعب المصري في 25 يناير كانت بركان خطر جامع من الشعب المصري بكل طوائفه وبكل فئاته، خرج على الظلم، خرج على الاستبداد، خرج على التبعية الأمريكية، خرج من أجل لقمة العيش، من أجل الحرية والديمقراطية، من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ولو فرق إن بعض المحسوبين من النشطاء السياسيين على ثورة يناير بيتهموا الآن بالخيانة أو بالعمالة، فهذا لا يعني بالضرورة إن ثورة يناير كانت ثورة مجموعة من الثورة والعملاء، بل إنها ثورة شعب خرج ضد نظام مبارك، ثورة كاملة بكل المقاييس مستمرة في الشارع، لسه بتطالب بتحقيق أهدافها. واحنا النهارده واحنا في الذكرى الثالثة للثورة بنسأل نفسنا وبنسألكم معانا، ما الذي يتحقق من أهداف الثورة؟ خدتوا حقكم ولا لسه؟ حسيتوا بالعدل ولا لسه؟ شايفين في حريات ولا لسه؟ عشان كل الإجابات إجابتها لسه، الثورة مستمرة. الثورة مستمرة لحد ما تحكم، وحكم الثورة مش حكم شخص ولا حكم حزب ولا حكم اتجاه. حكم الثورة هو تلبية أهداف الثورة، حكم الثورة اللي هيحقق مطالب الناس. وهي رسالة للرئيس القادم، أيا كان اسمه أو شكله أو لونه أو انتمائه، استمع إلى رغبات الشعب، استمع إلى مطالب الشعب. وأقتبس كلمة للزعيم جمال عبد الناصر حينما يقول أن الشعب هو القائد والمعلم والبطل الحقيقي. سيبقى شعب مصر قائدا ومعلما وبطلا حقيقيا. نهاية نسجل كل محاولات النظام البائد، نظام حسني مبارك، للعودة إلى السلطة، كما نرفض محاولات عودة نظام الإخوان باسم الشرعية. حكم الثورة جاي أكيد، حكم الثورة جاي أكيد، حكم الثورة جاي أكيد، جاي بكرة مش بعيد، لسه ثورة يناير، لسه الشعب دمه فاير. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش الدعاء لاخواتنا الشهداء اللي دفعوا دمهم ثمن عشان حرية البلد دي. ومش هنسى بما اننا في ميل خمر ان نوجه التحية والتقدير والعرفان لروح الشهيد احمد فاروق حسين ابن مدينة ميل خمر. رحل عن مصر اطهر ما فيها. فارجوكم ما تسمعوش لاي حد بيشوه، ما تسمعوش لاي حد بيشوه صورة الشهداء. ما كانوش شهداء ولا عملاء ولا حد في الدنيا ممكن يقبض فلوس عشان يدفع الثمن ذنبه حياته. لا، دفعوا ثمنهم ودمهم عشان احنا اللي نعيش.
عشان كلنا نعيش. فتحية لشهداء مصر الأبرار.